السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض البوريك بالجبنة، حاجة كده بجد والله العظيم تحفة جدا. الحمد لله، ناس جربت الكرواسون وناس جربت الفينو وكله شكر فيه الحمد لله، بمقادير بسيطة مقادير سهلة زي ما قلت لك. الحاجات اللي بعملها بحاول اخليها لك ابسط مما يمكن، وحتى لو انت اول مرة تعمليها باذنك يا رب هتنجح معاكي من اول مرة. بصوا، عايزة اقول لكم ده من كيلو واحد بس دي. تخيلوا بقى، تخيلوا انتوا لو هتشتروه من بره بتجيبوا الكيلو بكام. وبصوا نفس الشكل وبنظافة ايدك وكل حاجة فيه حلوة بجد. مش هتعرفي اللي انا بقوله ده غير لما انت تجربيه بنفسك. فوالله جربيه وعلى ضمانتي زي الفل. مقادير بسيطة مقادير سهلة، هقولك كل الحاجة اللي تخليه تنجح معاكي. هوريكي هو قد ايه طري وقد ايه هش وفي منتهى الجمال. بصوا شايفين، حلو جدا جدا. المقدار ده طبعا يعني الكيلو بيطلع لك حوالي 2 كيلو الا او حاجة، يعني حاجة كده كمان فيها توفير حلو قوي. في المدارس بقى تحطيه للولاد في على الفطار الصبح، يعني حد جالك هتقدميها مع الشاي، انتوا ليكوا للبيت. بصوا كل حاجة شايفين في منتهى الجمال. يلا عملت بقى جنبيه كده كوباية شاي بحليب كده، وخدته كده مع نفسي وفطرت. يلا بألف هنا وشفا لكل اللي هيجربه واللي هيعجبه، وربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم جميعا. شايفين من جوه مفرغ ازاي؟ بصوا حلو جدا. يلا شوقتكم بقى ان انتوا تعملوه. ما تنكروش ان انا شوقتكم ان انتوا تعملوه. اعملوه ان شاء الله. وانا والله بحب جدا اي حاجه اعملها وتنجح معايا، احب ان انتوا كمان تجربوها وتطلع احسن ما انا كمان هعملها. يلا نسمي بسم الله كده ونخش على المقادير على طول. بصوا حبيبه قلبي اللي طلبت مني، هي بنوته على فكره، وطلبت مني ان انا اعمل تيست للخميره علشان هي عايزه تعرف بتتعمل ازاي. انا طبعا لما بعمل اي معجنات بحط الخميره على الدقيق على طول، بس بكون واثقه منها. فهي يا حبيبتي قالت لي اعملي التست ده قدامي لحسن الخميره تكون بايظه وانا ما اعرفش وتبوظ لي بقيه المقادير. بصي يا حبيبتي، انا جبت نص كوبايه من الميه. الميه دي دافيه ولا هي سخنه ولا ساقعه، لان خلاص بدانا ايه، كل سنه وانتم طيبين نخش في الشتاء. فالميه تكون دافيه معاكي عشان لو سخنه هتبوظ الخميره معاكي على طول. نص كيلو حطيت له باكو كامل من الخميره، وحطيت له كمان او معلقه لو انت عندك الخميره مثلا معبيها في علبه ولا حاجه، معلقه كبيره من الخميره. وحطيت 3 معالق من السكر، والسكر مش كتير خالص، وغطيتها وهوريكي هي هتتفاعل ازاي. دي اول حاجه انا بدب بيها، علشان على ما اجهز المقادير بتاعتي تكون خلاص خمرت على طول. بصوا هنا معايا كيلو من الدقيق، طبعا حابه تزودي حابه تنقصي حابه تعملي نص الكميه، اعملي اللي انت عايزاه. ده كيلو من الدقيق. بصوا بقى هنا معايا معلقتين كبار من الحليب البودر، ودي يعني مش بالضروره خالص. انا لو حاجه للولاد بحب اعززها شويه، بس لو مش موجوده عندك خلاص استبعديها من الوصفه خالص. حطيت معلقه صغيره من الملح. المقادير دي كلها ان شاء الله هكتبها لكم في صندوق الوصف، علشان لو حابين ترجعوا له. طب ابص ازاي على صندوق الوصف؟ تحت الفيديو بيكون فيه جنب العنوان كده سهم صغير بتدوسي عليه بينزلك على طول على المقادير. خلاص حطيت الدقيق على الملح على على الحليب البودرة، وبدأت أقلبهم بس. وطبعا لو مفيش عجان عادي قلبيهم بأي معلقة بأي سباتيولا بإيدك حتى، مفيش أي مشكلة خالص. بصوا هنا معايا كوباية كاملة من السمنة على الزبدة. معايا كوباية الا ربع من السمنة، وكملت الربع اللي باقي من الزيت، مش زبدة أنا آسفة زيت. خلاص يبقى كوباية الا ربع سمنة عليهم ربع كوباية من الزيت. ده هنا ايه معايا، دول 4 معالق كبار من الصلصة. ما تستغربوش للصلصة، ما بتعملش اي طعم نهائي، انا مجرد بس عايزة اللون بتاعها. يعني ما فيش اي طعم هتحسي بيه ولا اي حاجة، هو لون بس مش اكتر. وكمان لو حابة تعززي لون اكتر هتحطي شوية بابريكا، بس هو مش محتاج بصراحة ان انت تعززيه ولا حاجة. هنا خلاص خلطت الدقيق كده زي ما انتم شايفين، وهوريكم. بصوا انا هوريكي يا حبيبتي بدأت الخميرة معايا تتفاعل ازاي، وبدأت تعمل فقاقيع كده وتعلى معايا. بصوا اهو، انا طبعا بغطيها ولازم تغطيها. بصوا هنا خلاص اتفعلت كويس جدا، معنى كده ان الخميرة بتاعتي نشطة وشغالة كويس اوي. لو سبتها اكتر من كده كمان هتطلع بره الكوباية. علشان كده انا ببقى واثقة من الخميرة بتاعتي وبحطها على الدقيق على طول، بس مفيش اي مشكلة. مش واثقة منها اعملي لها التست ده.
هحط هنا بقى الخميره على الدقيق، واحط بقى بقيه المكونات بتاعتي اللي هي الكوبايه الا ربع من السمنه على ربع كوبايه زيت، وممكن تحطي نص سمنه ونص زيت مفيش مشكله. خلاص يعني سهلي على نفسك، ما تقلقيش، جمدي قلبك، اعملي الحاجه والله ان شاء الله سمي بسم الله هتطلع معاكي زي الفل. بصوا بقى هنا علشان ما احطش الصلصه على العجينه على طول واحس ان فيها تكتلات ممكن، لا هدوبها الاول مع كوبايه من الميه، وكوبايه من الميه دي من المقدار السوائل اللي انا هستخدمه. يعني في الاخر خالص هقولك انا استخدمت قد ايه ميه للعجين ده. دي كوبايه من الميه، والميه هنا استخدمتها دافيه. خلاص بقى بعد كده هبدا استخدم الميه بتاعتي دافيه علشان الخميره ايه تشتغل معايا كويس، والعجينه تبقى ايه معايا كويس، عشان خلاص زي ما انتم شايفين الجو بدا ايه يبرد شويه. جهزت كمان كوبايه تانية، وهبدا احط منها واحده واحده كده، مش هاخدها كلها. وزي ما قلت لك في الاخر هقول لك خدت قد ايه. هنا العجينه بس وانا بخلطها، بعد كده خلاص بقى هشيل الخطاف ده، هشيل قصدي الكف ده، واشتغل بالخطاف بتاع العجين. هتشتغلي بايدك خلاص، اشتغلي وريحي، اشتغلي وريحي. هنا هحط معلقه الخل اللي بحب احطها قوي في كل المعجنات لانها محسن طبيعي للعجينه. بدات احط هنا ربع كوبايه ميه، شويه بشويه بفصل العجان وبرجع اشغله تاني. ولو هتشتغلي على ايدك هتعجني شويه وتريحي، هتعجني شويه هتريح. طيب انا بعمل الحركه دي ليه؟ هقولك انا بعملها ليه. علشان اعمل عرق للعجين. اعمل عرق يعني ايه؟ يعني بنشط الجلوتين بتاعه. خلاص بصوا خدت قد ايه ميه، خدت نص الكوبايه التانية. يعني كده انا اخدت كوبايه على الصلصه ونص كوبايه لوحديها، يعني خدت كوبايه ونص معايا من الميه، غير طبعا نص الكوبايه اللي كانت في الخميره. لو انت بقى تحطي الخميره على الدقيق على طول يبقى هتاخد معاكي كوبايتين الميه. خلاص مش عايزه الخبطكم. بصوا العجين بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله، تحفه جدا بجد والله العظيم تحفه. حتى لو هتعجنيه على ايدك، انا على فكره يا جماعه طول عمري سنين بعجن على ايدي، وبرده العجينه بتطلع معايا زي الفل. بصوا هنا بوريكم ان الطبق معايا زي الفل، العجينه اتعجنت كويس قوي. هعمل ايه؟ مش هخمرها، العجينه دي مش هتخمر، العجينه دي هتستريح بس. هبدا احطها كده واغطيها على ما اجهز حشوه الجبنه بتاعتي. يبقى خدت معايا كوبايتين من الميه الدافيه، كوبايه حطيتها على الصلصه، نص كوبايه على الخميره، نص كوبايه لوحديها. بصوا بقى هنا معايا جبنه، معايا جبنه ايه، انا عملت ميكس كده ما بين الجبنه التلاجة والجبنه اللي هي الفيتا يعني، وما بين الجبنه اللي هي الاسطنبولي او البراميلي. وبدات ايه اهرسهم بشويه حليب كده، او ممكن كمان شويه ميه، على فكره مفيش مشكله. انا عايزاها ناعمه جدا جدا جدا. هقول لك انا عايزاها ناعمه ليه. بصي بقى ممكن انت تحطي اي جبن انت بتحبيها، ممكن تحطي جبنه قريش، ممكن تحطي جبنه شيدر تقطعيها او تبشريها. بصي اي جبنه انت عايزاها حطيها مفيش مشكله. انا حطيت الجبن اللي انا بحبها. انا بزود هنا معلقه بمعلقه كده علشان انا عايزاها زي ما قلت لكم طريه خالص. طيب ممكن احط للجبنه دي زعتر، وممكن احط لها ينسون، وممكن احط لها شمر، وممكن احط لها كمون. يعني حطي الاطعمه اللي انت بتحبيها، بس انا بالنسبه لي بصراحه انا عايزاها ساده. طيب انا نعمت الجبنه قوي علشان انا احطها في كيس كده، كيس بقى حلواني، كيس سندوتشات زي ما انت عايزه. ليه؟ علشان هتسهل معايا الحشو جدا جدا. خلاص مش عايزه حته الكيس دي، خلاص شيليها من الدماغ خالص، واحشي بمعلقه مفيش اي مشكله. بس دي بتبقى سهله قوي. ان شاء الله كيس من اللي هم بتوع التلاجة دول بتوع السندوتشات. خلاص واوريكي انا هحشي بيه ازاي، بصراحه سهل عليا كتير قوي. انما لو مش عايزه خلاص يبقى الجبنه بالمعلقه كده وهتستخدميها عادي خالص. وزي ما قلت لك اي نوع جبنه انت بتحبيها ينفع. بصوا هنا العجينه بتاعتي استريحت. هوريكي طريقتين بقى للتقطيع او للفرد. الطريقه اللي تريحك اعمليها. انا بدات اقطع جزء جزء كده، وهي مكانها كده على الرخامه، واخد منها ايه، انا عايزه القطع بتاعتي تكون واحده. لو انت عايزه توزني، انا عملت القطعه يعني ما بين 20 و22 جرام، يعني قد البضايه كده. خلاص عايزه بايدك مفيش مشكله، لو انت ما شاء الله عليكي بقى ايدك ميزان يلا وزني بايدك مفيش مشكله كده. يعني واحده طلعت كبيره واحده صغيره ولا تشغلي دماغك مفيش مشكله. احنا يعني اللي هناكلها، احنا مش هنخش فيها يعني مسابقه ولا حاجه، فمفيش مشكله. بس انا بحب دايما الحاجه تكون شكلها حلو، وتكون كده منسقه وقد بعض. يلا هبدا الفها كده، اعملها زي البقجه كده، واروح ايه حطهم يستريحوا. بصوا
يعني اقل كمان من حجم البضايه متهيألي. اهي زي ما انتوا شايفين كده. هوريكي كمان تقطيعه تانية سهله لو انت بتحبيها. طب انا بالنسبه لي بصراحه بفضل الطريقه دي، رغم ان الطريقه التانية اسهل. بس انا بفضل دي ليه؟ علشان بحس ان هي بتعمل لب اكتر للعجين، او اللبابه اللي احنا بنسميها يعني. اهو ادي الجزء التاني، انا هنا عملت شويه دول، وادي الجزء التاني هوريكم تفردوها ازاي. هتفرديها كده بكل سهوله بقى بايدك، بالمردانه النشابه، زي ما انت عايزه هتفرديها. وبعد كده ايه، هوريك هتقطعيها ازاي. الطريقتين صح، والطريقتين ناجحين، والطريقه اللي سهله عليكي اعمليها. انا عارفه ان الطريقه التانية دي هي اللي سهله، فعادي استسهلي اللي انت عايزاه واعمليه، والاتنين هينجحوا معاكي. شايفين؟ بصوا بقى، عايزه اقول لكم ان انا لما بفرد العجينه بتتفرد معايا، ما بتلمش، ما بتبقاش عامله زي الاستيك وتلم. قلت لكم في الفيديو اللي فات لو العجينه لمت منك يبقى هي محتاجه ان هي تستريح وما اتخدمتش كويس. بصوا بقى، باي بقى كوبايه وهبدا اقطعها. بصوا اهي، هتديني نفس النتيجه على فكره، وهي سهله وكل حاجه. بس الجزء بقى اللي هيتبقى من العجين ده اللي انا هلمه لازم اسيبه يستريح تاني، لان لو فردته مش هيتفرد معايا، فلازم المه واسيبه يستريح تاني. اهو اللي هو ده. معلش يا جماعة لو انا بتكلم في كل حاجة بالتفصيل، مش رغي ولا اي حاجة والله، ولا طول الفيديو. بس علشان يعني في حبايبي مثلا لسه بنات بيعملوا بقى في بيوتهم كده، مع لاخواتهم، يعني بيبقوا عايزين يتعلموا لسه عرايس جداد، فانا لازم اقول كل التفاصيل دي. بصوا انا بقى كل الدوائر دي ببدأ افردها بايدي، وادي حشوة الجبنة زي ما انتم شايفين كده. بصوا عشان كده قلت لكم الكيس بيسهل قوي. وهبدأ الفها زي ما بلف الفينو بالظبط، واروح ماسكاها. اهم بقى من اللي احنا عملناه اللي فات ده كله، هي الخطوة دي اللي هي ايه، ان انا اقفل العجينة كويس جدا 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 علشان ما تفتحش معايا. وزي ما وريتك في اول الفيديو، بصوا البوريك بتاعي لما لفته لكم، هوريكم برضو تاني لما يخلص، مش باين ان هو ما يعني ولا اتفتح مني ولا خرج الجبنه ولا اي حاجه. ليه؟ لاني قافلاه كويس قوي. بصوا، لازم اضغط عليه واقفله كويس قوي من الجناب ومن ورا. اهو زي ما انتم شايفين كده. دي يا جماعه معلش، رغم ان هي بتاخد وقت شويه، بس دي اهم خطوه لازم تعمليها. بس وببدا ابططه كده شكل الشكل المعتاد اللي احنا عارفينه، او شكل كده عارفين الرموش اللي بنعملها، شكلها كده شكل العين يعني. يلا هعمل الكميه كلها زي ما انتم شايفين. الدوائر بقى اللي انا عاملاها دي، انا مش عارفه المقطع بتاعها بصراحه راح فين، بس هي عادي انا فردت الدايره زي ما فردت اللي انتوا شايفينه ده بايدي، ورحت حاشيه ولفاه. بس لما تيجي تفردي لما تيجي معلش تحشي من عند الجزء اللي انت قافله عليه. يا رب اكون عارفه اوضح لكم. يعني دي بالنسبه لها سهله، مفيش اي مشكله. بالنسبه بقى للبقج اللي انا عاملاها دي، او الكور اللي انا عاملاها دي، هفردها بايدي عادي، بس هلف ناحيه الجزء اللي انا قافله عليه. فاهميني؟ يا رب تكونوا فاهميني، وانا عارفه ان انتوا شاطرين وزي الفل واحسن مني، وربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم. خلاص حبيبه قلبي اللي طلبت مني ان انا اقول لها كل حاجه بالتفصيل، يا حبيبتي اي حاجه انت مش فاهماها، انت عايزاها تعمليها، قولي لي وانا اعملها لك على طول. على فكره يا جماعه، هي عادي قالت ان انا اتكلم عليها في الفيديو، مفيش اي مشكله. هي بنوته وقاعده هي واخوها، وبتحب دايما تعمل لاخوها كل حاجه. اعملوا لي يا حبيبتي، وربنا يا رب يسعدك ويهنيك، وان شاء الله تعملي في بيتك قريب. فعشان كده انا بتكلم بالتفصيل. فهي اللي طلبت مني ان انا اعمل تيست للخميره عشان اوري لها بيتعمل ازاي. على فكره المقطع اهو هو ده، انا افتكرته ان هو ما تصورش، بس هو اتصور اهو. خدتوا بالكم انا عملت ازاي؟ انا مسكت جزء جزء كده ورحت فردته ولفيته كده وقفلت كويس قوي. الصاج بتاعي دهنته دهنه زيت خفيفه مش كتير اهو. بصوا وابدا ابططها كده، سهله جدا جدا. انا الطريقه دي بصراحه بحبها، رغم ان هي التانية اسهل منها، بس انا بحب الطريقة دي لانها بتعمل زي ما بقولك لب للعجين من جوه اكتر. فاللي تريحك بقى اعمليه. بس كده، واتمنى يا رب كل حاجة بعملها تكون بتعجبكم وتكون سهلة عليكم وتكونوا بتجربوها كمان. ولو عجبكم الفيديو يا جماعة ما تنسوش اللايك، اللايك بيرفع الفيديو.
ودايما شوفوا الفيديو للاخر علشان ببقى قايله فيه كل التفاصيل اللي انتوا ممكن تسالوا عليها. خلاص، يعني كل فيديو، كل لقطه في الفيديو فيها افاده ليكي، فيها تفصيله، فيها كلمه، فيها معلومه، ان شاء الله تفيدك وتنفعك. اهو بصوا شايفين، لازم اقفل عليها كويس قوي وبعدين احطها على الجزء اللي انا قافله عليه. يلا، هو عملت الكميه كلها ولسه في صاج تاني كمان، بسم الله ما شاء الله يعني. طيب معايا هنا ايه؟ معايا شويه حليب، حطيت عليهم شويه نسكافيه وهبدا ادهن بيهم الوش. حابه تحطي بضايه حطي بضايه زي ما انت عايزه. اهو، ده ينفع وده ينفع. انا حطيت بقى اللي كان متاح عندي يعني. وابدا اجيب حبه البركه كده واثبتها وارجع اضغط عليها بايدي عشان تثبت. عايزه اقول لكم ان نصها بيثبت ونصها ايه بعد كده يعني ايه، بيقع، بس مش مشكله. اهو. المهم إيه، ان انا عايزه اقول لكم كمان ان انتوا ما تدهنوش الوش كله وبعد كده تحطوا حبه البركه، لا، ادهني صاج صاج، علشان لو دهنت ايه اللي انا بقوله ده استنوا بس هركز دلوقتي. ما تدهنوش الصاجات كلها، مش الوش كله، ما تدهنوش الصاجات كلها، ادهني صاج صاج وحطيه. ليه بقى؟ لان انت لما بتدهني الصاجات كلها بتنشف بسرعه، يعني الحليب بينشف عليها بسرعه، تيجي تحط حبه البركه ما يلزقش عليها، يقع. فانا هنا زي ما انتم شايفين بعمل صاج صاج واروح حاطه عليه حبه البركه. خلاص، في الوقت ده الفرن بتاعي سخن. بسوي ازاي؟ بسوي على، لو انت هتسوي في فرن البوتاجاز، هتحطي الشبكه فوق الصاجه على طول وهتشغلي، والنار بتاعتك ما تكونش حاميه. احنا كده كده مدخلين على فرن سخن، فالنار بتاعتك ما تكونش حاميه. ولما ياخد من تحت كده لون حلو شغلي الشوايه. انا بقى بالنسبه لي انا بحب قوي قوي اسوي على الفرن اللي انتوا شايفينه ده. ده الفرن اللي هو بتاع العيش البلدي بتاعنا. بصوا دي النار بتاعته، من تحت هاديه ومن الجناب هاديه، ولما بيبدا ياخد لون من تحت ببدا اعلي الجناب حاجه بسيطه، اهو زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا بقى في الباب الفرن علشان السخونيه ما تطلعش بره وياخد وقت معايا كتير في السوا يعني. يلا لما يخرج بقى ان شاء الله هوريهولكم. وزي ما قلت لكم بعتذر طبعا لو انا بتكلم في الفيديو كتير، بس ده علشان حبايبي اللي بيطلبوا مني تفاصيل صغيره، زي البنوته حبيبتي اللي قالت لي قولي لي كل حاجه بالتفصيل. نفسها يا حبيبتي تعمل كل حاجه لاخوها، ربنا يا رب يخليكم لبعض ويبارك لكم في بعض و... وتبقوا دايما سند وحنينين على بعض كده طول العمر. واي حاجه اي حاجه تعوزيها ماشي، والله ما تترددي اطلبيها مني، وانا لو في ايه هعملها لك باذن الله. شايفين بقى التسويه بتاعتي عامله ازاي؟ طبعا مش بحركه من الصاج غير لما بيبرد. بصوا طري قد ايه. ده معنى الحركه اللي انا بعملها دي، معناها ان هو مستوي من جوه. لو ضغطت عليه وما ردش تاني تعرفي ان هو ني من جوه. بصوا شايفين الرولات دي؟ شايفين؟ والله العظيم طعمه خطير، خطير جدا 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 بجد. تحفة عسل كده. مش بشكر فيه عشان انا اللي عاملاه، لا، اعمليه وانت برضه هتشكري فيه انت كمان. بس جربي كده واعمليه. شايفين تسويته؟ شايفين القفله اللي انا قافلاها علشان انا ضغط عليها كويس قوي، مش باينه ابدا ان انا قافلاه ازاي. بصوا يلا افتح لكم واحده كمان، يلا مش خساره فيكم. شايفين الفراغات والرولات والجبنه تحفه، طعمها حلو قوي قوي. زي ما قلت لك حطي اي جبنه انت حباها. اول ما بيخرج من الفرن غطيه، مفيش مشكله، وحتى لو ما غطيتهوش هو بيفضل طري ما تقلقيش، بس انا بحب اغطيهم. غطيه واول ما يبرد خلاص شيل الغطا، شيل الفوطه كده او الغطا اللي انت هتغطي بيه وما تحركوش غير لما يبرد. وبص هو مش لازق معايا ولا اي حاجه ازاي، طعمه فظيع وريحته مخليه البيت كله. بصوا انا بحب الروايح دي في البيت بصراحه، طول الشتاء تلاقوني الحاجات دي عندي الحمد لله، كفايه ريحتها في الشتاء كده. يعني عايزه اقول لكم ان حتى لو ما فيش اكل، لا، كوبايه شاي، كوبايه شاي بحليب، وكل واحد بيعيش حياته يعني. بصوا العلبه اللي قلت لكم عليها المره اللي فاتت تحفه جدا وبتحفظ الحاجه. مش موجوده يبقى هتحطي في اكياس بلاستيك مفيش اي مشكله. اهي، وابدا ارص كده زي ما انتم شايفين. زي ما قلت لك حبه البركه نصها بيفضل ونصها بيقع عادي يعني، ممكن تلميها وتستخدميها في وصفه تاني مش هتقول لا يعني. شايفين الطراوه؟ فظيعه بجد، حلوه جدا جدا جدا. يلا تشجعوا وجربوا وما تقلقوش، الشتاء عايزه الحاجات دي والمدارس عايزه الحاجات دي.
والشتا اصلا لوحدها بتاكل يعني. فعايزه الحاجات دي موجوده في البيت على طول. يلا هبدا ارصهم كده زي ما انتم شايفين واغطي عليهم. مش هحط في الفريزر ولا احط في التلاجة. هتقعد معاكي بره على الرخامه 3 4 ايام بنفس الطراوه بتاعتها، استحاله هتنشف منك على ضمانتي. ولو نشفت منك هاتيها وانا اكلها عادي يعني، مش هقول لك لا. بصوا، انا بقول لكم عشان انا واثقه من الحاجه اللي انا بقولها، وواثقه من المعلومات والله اللي انا بقولها لكم، الحمد لله يعني. بصوا زي ما قلت لك، مفيش العلبه دي حطي في اكياس وحطيها على الرخامه على الترابيزه ولا يحصل لها اي حاجه. وبألف هنا وشفا لكل اللي هيجربها، وبألف هنا وشفا عليكم، وكلمه حلوه بقى منكم كده علشان اتشجع واكمل بقيه سلسله المعجنات. لسه حاجات كتير ان شاء الله هتعجبكم. ولسه هخش برضو على شويه بسكوتات كده ان شاء الله هتعجبكم. يلا اشوفكم في وصفه جديده وفيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله.